أهلا وسهلا بالجميع في مراجعة جديدة. أخيرا سامسونج نزلت وحش الفئة الاقتصادية الجديد، سامسونج جالاكسي A17 نسخة الفور جي. طبعا من أهم الهواتف اللي الناس كانت مستنياها في الفئة دي بالذات. وطبعا هل سامسونج قدرت تقدم المعادلة الصعبة في الفئة دي؟ طبعا هنعرف كل التفاصيل في مراجعتنا الشاملة. يلا بينا. في البداية اللي بيجي مع الموبايل وصلة الشاحن ودبوس الشريحة، وللأسف مفيش شاحن في العلبة ولا جراب، ودي نقطة متوقعة بس محبطة في الفئة دي، فكان الأحسن إن هو يكون موجود على الأقل شاحن. بالنسبة طبعا للتصميم فهو طبعا ذوق شخصي، بس هو مستوحى من هواتف سامسونج الأغلى. هو تصميم كويس يعني ومعتاد من سامسونج. بالنسبة للظهر والإطار فهما من البلاستيك، وده شيء عادي في الفئة دي، وبيجي بصمة من الجنب سريعة جدا. وبنيجي لأقوى ميزة وهي الشاشة. طبعا الشاشة سوبر أموليد بحجم 6.7 إنش وبدقة فول اتش دي بلس بمعدل تحديث 90 هرتز. طبعا شاشة سلسة جدا، الألوان مشبعة وسطوع ممتاز تحت أشعة الشمس. وطبعا الشاشة عليها طبقة حماية ممتازة جدا. بالنسبة لحواف الموبايل هي كبيرة شوية، وطبعا بيجي من فوق الوتر دروب نوتش. طبعا هو الشكل هو ذوق شخصي، بس هي الحواف كبيرة شوية. ونيجي لنقطة المعالج، بيجي بمعالج ميديا تك جي 99. هو معالج متوسط، لو هتستخدمه سوشيال ميديا هيكون كويس جدا، بس هو مش مخصص للحاجات التقيلة أو الألعاب التقيلة. ممكن يشغل لعبة زي مثلا بابجي على إعدادات جرافيك متوسطة، فهو كويس يعني مقبول في الفئة السعرية دي. طبعا بالنسبة للسماعات بتيجي من نوع مونو مش ستيريو، يعني سماعة واحدة، ودي نقطة عيب جدا في الجهاز، لأن المنافسين بيقدموا سماعات ستيريو، فلو أنت بتركز على مشاهدة المحتوى فالسماعات مش هتكون مرضية بشكل كافي. بالنسبة للكاميرات بيجي بثلاث كاميرات خلفية. أول كاميرا 50 ميجا بكسل بتدعم تثبيت بصري للفيديو والصور، طبعا دي ميزة جدا حلوة جدا في الموبايل. وبيجي بتاني كاميرا ألترا وايد 5 ميجا بكسل، وبيجي بالكاميرا التالتة 2 ميجا بكسل مايكرو. وطبعا الكاميرا أداها كويس ومقبول، هي الصراحة بتصور فيديو فول اتش دي مش 4K، فدي يعتبر لو انت النقطة دي مهمة ليك، هو بيصور للأسف فول اتش دي. وطبعا بالنسبة للكاميرا السيلفي بتيجي 13 ميجا بكسل، طبعا كويسة كاميرا، يعني هي كاميرات والشاشة أهم ميزتين في الموبايل. بالنسبة للبطارية بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير، طبعا رقم ممتاز مع المعالج اللي هو الموفر للطاقة جي 99. فالموبايل هيكمل معاك ليوم لو انت استخدامك متوسط. وبالنسبة لسرعة الشحن هي 25 واط، طبعا هو مش سريع، وكمان هتضطر تشتري الشاحن بشكل منفصل. وطبعا الموبايل اللي فيه مميزات إضافية، طبعا بيجي ب6 سنين تحديثات أمنية. طبعا دي ميزة كبيرة جدا جدا إن هو بيدعم 6 سنين تحديثات، دي كويسة جدا. وطبعا بيجي بصة من الجنب يعني كويسة وبرضه سريعة. وبيدعم طبعا خاصية ال NFC اللي موجودة في الجهاز، طبعا بتدفع بيها فواتير كهرباء غاز أي حاجة. الجهاز طبعا كويس لو أنت مستخدم عادي مش جيمنج، وطبعا دي في الفئة السعرية دي أنت بتطلب موبايل كويس. وطبعا لو زودت في الرامات يعني هيكون كويس. بالنسبة لسعر والنسخ اللي بيجي بيها الموبايل، بيجي بتلات نسخ. نسخة 128 مع 4 رام بسعر 7400، وبيجي بنسخة تانية 128 مع 6 جيجا رام بسعر 8200، وبيجي بنسخة تالتة 8 256 بسعر 9400، 9000 لحد 9800. طبعا ممكن يزيد حاجة. في النهاية سامسونج جالاكسي A17 صفقة ممتازة لمحبين الشاشة الأولد والكاميرات الكويسة، تقنية التثبيت البصري مع البطارية الكويسة، ودعم مستمر ل6 سنين تحديثات، مقابل إن أنت تتنازل عن باقي الحاجات اللي ذكرناها في الفيديو. عايزكم تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وهل هتختاروا سامسونج A17 ولا لأ؟ وطبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك، ومع السلامة.